عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء النور والورد عليكم. لو أول مرة تشوفيني معاكي رشا غمري، خشي اشتركي في القناة ودوسي لايك وشير عشان إن شاء الله يوصلك كل جديد. إن شاء الله هنعمل معانا النهاردة الكحك العيد الدايب، يعني إن شاء الله تعملي بالمقادير دي ويطلع معاكي تحفة على مقادير أمهاتنا. يعني هي مقاديره بسيطة وسهلة وجميلة، وإن شاء الله تكون موجودة عندك في البيت. أنا كنت عاملاه في العيد بس ما صورتوش يعني، ففي حد طلبوا مني اوردر فقلت ان شاء الله نعمله مع بعض عشان برضو تشوفوا مقادير. ومعايا المقادير هنا، انا معايا كيلو دقيق جميع الاستخدامات، يعني انت حاولي تجيبيه يكون نوع حلو. ومعايا هنا 550 جرام من السمنه الساقعه، هي دي سمنه بلدي. ومعايا نص كوبايه ميه. ومعايا هنا في الطبق ده معلقتين كبار سمسم ومعلقه ريحه الكحك. ومعايا هنا معلقتين سكر بودر. ومعايا هنا ربع معلقه صغيره من البيكنج باودر ونص معلقه خميره ورشه ملح. ومعايا نص كوبايه ميه. طبعا انا هعملهم في العجان، لو انت ما فيش عجان عادي ممكن يتعملوا على الايد. ماشي، انا معايا هنا ال 550 جرام من السمنه، انا هحطها في العجان. لو انت ما عندكيش عجان عادي خالص يتعملوا على الايد، مفيش مشكله. هو في العجان احنا هنبتدي نضرب السمنه والسكر مع بعض. ماشي، هحط هنا المعلقتين الكبار من السمنه. ماشي، وهاخدهم على العجان كده ونضربهم مع بعض. طبعا اهم شيء في الكحك البس. ماشي، انا هضربهم دلوقتي مع بعض لحد بس ما يبقى قوامهم يفتح مع بعض، لان طبعا السمنه هنا بلدي وزي ما انتم شايفين انها صفرة. طبعا اهم شيء في مرحله الكحك البس، فالبس بتاع الكحك في العجان يعني قولي حوالي 5 دقايق. وطبعا انا هوريكم برده المراحل بتاعته، لكن هنبس على ايدينا مش اقل من ربع ساعه، لان نجاح الكحك هو اهم شيء البس يكون يعني تبسي حلو. بسم الله. ماشي، بصوا ادي معايا السمنه اهي. انا بقى هبتدي دلوقتي انزل الدقيق بالراحه. ده كيلو الدقيق. ماشي، وهبتدي انزل الكحك، معلقه ريحه الكحك والسمسم والخميره والملح. وفي المرحله دي بقى هنبتدي ان احنا دي بقى بس الكحك بقى هنبتدي يعني كل ما يوصل لمرحله هوريها لكم. هنبتدي الاول بالراحه كده. قلبت العجينه كلها اهي في الطبق. ماشي، وابتديت طبعا ان انا اعملها في الصاج. هو هنا في طبعا ملحوظه، احنا مش هينفع نكور كل العجينه وبعد كده نبصمها، لا، اللي هنكورها نبصمها على طول. يعني بصوا كده على طول، بصوا شايفين هنعملها كده على طول زي ما انتوا شايفين كده. مش هينفع ان انا اكورها كلها وبعد كده ابصمها، لا، الكحكايه بتتشمع فمش هتتبصم معاكي. انا هعمل بقى معاكم كام واحده كده وبعد كده هسيبكم علشان خاطر اخلص. انا طبعا بقيت هي هياخد معايا حوالي بتاع صاج ونص ممكن من اللي هو الكبير ده. طبعا قبل اي شيء انا مولعه الفرن، وهرجع لكم في التسويه. طبعا قبل ما ادخله الفرن هقول لكم هنسويه على درجه حراره كام. ماشي، انا هعمل معاكم واحده كمان اهيت. بصوا ما شاء الله الكحكايه معاكي طريه جدا، ده كده يوريكي ان الكحكايه معاكي ناجحه. بصوا عامله زي الملبن، طريه جدا. ماشي اهوت، بصوا شكله عامل ازاي. طبعا انا هخلص بقى معايا بقيه الصوص وهرجع لكم. خلصت معايا كميه الكحك اهو زي ما انتم شايفين، ما شاء الله عملت معايا
صاج واكتر من نصه دوت. الصاج دوت اللي هو 30 في 60 ما شاء الله كبير، او 40 في 60. ده صاج 40 في 60 معلش. انا بقى التسويه اهم شيء طبعا. التسويه انا بدخله على درجه حراره 180، بيقعد معاكي نص ساعه. لو فرنك عاليه، لو فرنك واتشه هيزود فوق النص ساعه طبعا، يعني انت برضو تتابعيه. بس التسويه الصح بعد النص ساعه، مش اقل من نص ساعه، عشان ما يطلعش معاكي من النص معجن. طبعا انا قبل ما ابتدي فيه انا مولعه الفرن، فانا هدخله دلوقتي معايا اول صاج، واول ما اطلعه طبعا هوريه لكم. الكحك طلع معايا اهو، بصوا لونه تحفه ما شاء الله. بصوا من تحت عامل ازاي. طبعا هو مش مستحب ان هو يعني هو طالع بقاله شويه، مش مستحب ان احنا طبعا نمسكه عشان ما يبصمش في ايدينا. فانا طبعا هكسر لكم واحده. بصوا نعومتها، بصوا من جوه عامله ازاي. بصوا دايبه خالص. بصوا الجمال. بصوا تحفه. ان شاء الله تجربوه ويعجبكم. طبعا ده كحك على امهاتنا، بتاع امهاتنا بالظبط. وان شاء الله في فيديو تاني هعمل لكم بقى اللي على السخن، ده كده اللي على البارد. وانتظروني ان شاء الله في فيديو جديد، واسيبكم في حفظ الله.